لعاب ديال الكره درب تحت قياده بيب غوارديولا، رافا بينيتيز، كارلو انشيلوتي وجوزي مورينيو. كنتوقع انه غيكون نابغه في عالم التدريب واحد احسن مدربي العالم اللي تعطاتو الفرصه. هاد الهضره هي اللي قالها جوزي مورينيو براسو في مقابله مع توب 11 قبل 4 سنين من دابا، فاش كان باقي تشابي الونسو عاد كيدرب الفريق الثاني ديال ريال سوسيداد في الدرجه الثالثه ديال الدوري الاسباني. ودابا من وراء 4 سنين من هاد التصريح بان بان مورينيو كان فعلا عنده الصح 100% من وراء عام واحد فقط من تدريبه اول فريق كبير ومعروف واللي هو باير ليفركوزن. كيتعتبر احد اذكى وافضل المدربين في العالم. قبل عام تقريبا من دابا بالضبط في شهر اكتوبر من عام 2022 فريق باير ليفركوزن، الفريق اللي في العاده كينافس على المراكز المؤهله لدوري ابطال اوروبا ولا الدوري الاوروبي، انهار بشكل كلي. ومن وراء 12 ماتش من بدايه الموسم واقتراب انتهاء مرحله الذهاب، الفريق كان مصنف في المرتبه 17 في الدوري الالماني ورابح 2 ماتشات فقط من اصل 12 مباراه في الموسم. كانت هذه هي اسوأ بدايه في تاريخ الفريق الالماني، وبدا كيبان ان هبوط الفريق للدرجه الثانيه ولا جد محتمل. ومن وراء اعلان الفريق رسميا على الاقاله المتوقعه ديال مدرب الفريق جيراردو سيواني، بدات الاداره كتقلب شكون يقدر يكون المدرب البديل في هذه المرحله الحرجه. وواحد من الاسماء المقترحه كان هو تشابي الونسو. التفكير في تشابي الونسو كمدرب للفريق وحتى التفاوض معاه خدا وقت طويل، وهذا الشيء لان تدريب تشابي الونسو لباير ليفركوزن كان فيه مخاطره كبيره للطرفين بجوج. وباش نفهموا هذه النقطه بالضبط وعلاش المخاطره كانت كبيره، خاصنا نرجعوا للبدايه ديال المسيره التدريبيه ديال تشابي الونسو واللي كانت غريبه شي شويه. في عام 2017 تشابي الونسو قرر انه يعتزل الكره، واخا كان باقي في الطوب ديال المستوى ديالو في 35 عام وكان اساسي في الفريق ديالو باير ميونخ. ولكن تشابي الونسو كان كيفكر في مسيره جديده كليا، كان باغي يبداها في اقرب وقت ممكن وهي التدريب. مباشره من وراء الاعتزال ديالو اذا تشابي الونسو بدا كيقرا التدريب وخدا الدبلوم ديالو في نفس الوقت ديال لعابه سابقين اخرين بحال تشافي، راؤول غونزاليس وفيكتور فالديز. وهنا راؤول غونزاليس وتشابي الونسو طاحوا في الرادار ديال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. السياسه ديال بيريز كانت هي استقطاب النجوم القدامى ديال ريال مدريد باش يدربوا الفئات السنيه الصغيره ديال الفريق، وهذه نفس السياسه اللي نجحت ليه مع زين الدين زيدان اللي بدا مسيرته التدريبيه مع الفريق الرديف ديال ريال مدريد ثم شد الفريق الاول وخدا معاه 3 الالقاب ديال دوري ابطال اوروبا متابعين. اذا بيريز عطى راؤول مهمه تدريب فريق الشبان قل من 18 عام ولتشابي الونسو مهمه تدريب الصغار قل من 13 عام. ورغم ان هذه المهمه تقدر تبان لك سخيفه شي شويه حيت كيدرب براهش باقيين صغار، الا ان تشابي الونسو قدر يدير عمل جبار مع هاد البراهش، وفي 23 ماتش دربهم فيه قدروا يربحوا 22 منهم، يتعادلوا في واحد وما يخسروا حتى ماتش. والدوله ليغا ديال الصغار في ذاك العام. في الموسم اللي وراه الونسو شاف انه جا الوقت باش يزيد بالكارير ديالو خطوه صغيره للقدام، وهنا فين قبل العرض ديال تدريب الفريق الثاني ديال ريال سوسيداد اللي كان كيلعب في الدرجه الثالثه ديال الدوري الاسباني. العام الاول ديال الونسو مع ريال سوسيداد بي كان فيه بزاف ديال التناقضات. المحللين كانوا كيقولوا ان الفريق ديال الونسو كيبان انه كيلعب كره زوينه وممتعه، ولكن في نفس الوقت عشوائي بزاف وغير منظم لدرجه انه كان يقدر يخرج في شي ماتش بوسيسيون ديال 60% واخا هكا كيخسر بجوج ولا 3. ولكن في العام الثاني الونسو غيحقق الانجاز اللي غيخلي الصحف تبدا تدوي عليه والناس تبدا تعرفو مزيان كمدرب، وهو الصعود بالفريق للدرجه الثانيه لاول مره منذ 1962. وهنا تشابي الونسو غيجيه اكبر عرض واكبر فرصه في المسيره التدريبيه ديالو، عرض لتدريب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الالماني. ولكن بشكل مفاجئ الونسو غيرفض العرض رغم اهميه العرض والفرصه الكبيره اللي كانت غتكون عنده باش يبين السميه ديالو مع مونشنغلادباخ. ولكن الونسو كان كيشوف انه باقي باغي يتعلم وباقي باغي يجرب الافكار ديالو. هذا الشيء سهل انه يديروا مع فريق في الدرجه الثانيه ديال الدوري الاسباني لانه حتى واحد ما كيشوفه حتى واحد ما كيتفرج فيه، ولكن لا داروا مع بوروسيا مونشنغلادباخ وفشل العالم كامل غيسيق ليه الخبار وغتكون ضربه كبيره ليه في مسيرته التدريبيه اللي عاد بدات. ولكن للاسف حتى مع بقائه في ريال سوسيداد بي الموسم الثالث والاخير ديال تشابي الونسو مع الفريق كان افشل موسم ليه في مسيرته التدريبيه، بزاف ديال الاخطاء وبزاف ديال الصراعات وسط الفريق خلاه في الاخر ديال الموسم يعاود يهبط للدرجه الثالثه. ولكن كما كنقولوا الانسان كيتعلم من الفشل اكثر من النجاح، وهذا الشيء اللي وقع مع تشابي الونسو اللي الفشل ديالو مع سوسيداد بي خلاه يصحح بزاف ديال الاخطاء التكتيكيه اللي كان كيدير وحتى الطريقه باش كيشوف الفريق. ولكن ايضا في نفس الوقت كان كيشوف ان المسيره ديالو مع سوسيداد بي مبقاتش عندها فاش تفيدو، وبالتالي استقل من منصبه التدريبي فيها. ومن وراء اشهر من بدايه الموسم اللي من وراه موسم 2021 2022 بدات الازمه اللي دوينا عليها ديال باير ليفركوزن، وبدا اسم تشابي الونسو كيبان كمرشح لتدريب الفريق. ودابا غتكونوا فهمتوا معايا علاش تعيين تشابي الونسو كمدرب الباير ليفركوزن كان قرار صعب بزاف على الطرفين. من جهه الونسو فداك الشيء اللي كان خايف منه فاش جاه العرض ديال مونشنغلادباخ كان يقدر يوقع ليه حتى مع باير ليفركوزن، حيت الفشل ديالو مع فريق في البوندسليغا غيطيح بزاف القيمه ديالو في السوق، خصوصا هو يلاه جاي من فشل اخر مع سوسيداد بي. زائد انه غياخذ الفريق في هذا الوقت بالذات اللي لعب فيه 12 ماتش في الموسم ربح منهم 2 فقط ومصنف 17 في البوندسليغا. ومن جهه ليفركوزن فالفريق كان على حافه الانهيار، واي اختيار فاشل من الاداره للمدرب الجاي غيهدد الفريق بالسقوط للدرجه الثانيه. وبالتالي اختيار تشابي الونسو اللي عاد باقي شاب والخبره ديالو في التدريب صغيره وعاد خارج من موسم فاشل في التدريب كان ايضا قرار ريسكي بزاف. اذا رغم هذا الشيء كامل اتخذ القرار، وفي نهار 5 اكتوبر 2022
2020 تعين الونسو رسميا كمدرب الباير ليفركوزن من ورا 5 ايام فقط من هذا التعيين. باير ليفركوزن لعب الماتش الاول ديالو تحت قياده الونسو وكان ضد فريق شالكا، وهنا الونسو فاجئ شالكا بخطه ديال 3-4-3 بضغط مستمر على حامل الكره في الوسط وفي الدفاع، وقدر يربح ب 4-0 اكبر انتصار للفريق في الموسم كامل. ولكن رغم هذه البدايه الاسطوريه الماتشات اللي من بعد ما مشاوش مزيان كما كان باغي الونسو. في 3 الماتشات اللي ورا شالكا الفريق جاب نقطه واحده فقط وخسر 2 ماتشات منهم 5-1 ضد فرانكفورت، ثم ربح الفريق 3 الماتشات من وراها، ثم عاود خسر 2 ماتشات وتعادل 1، ثم عاود رجع لسكه الانتصارات. هذا التخبط ديال الفريق كان عادي جدا لان الفريق كان عاد في فتره انتقاليه واللاعبين عاد كانوا كيفهموا شنو بغى منهم تشابي الونسو، والاهم من هذا الشيء هو ان تشابي الونسو براسو عاد كان كيفهم هو شنو باغي وكيتادابط مع الفريق. الونسو في الماتشات الاولين مع باير ليفركوزن كان مصر يلعب بضغط عالي ويستحوذ واخا يخسر، ولكن هذا الشيء ما كانش ديما كيخدم ليه. مثلا في الماتش الاول ديال الونسو مع ليفركوزن في الشامبيونز ليغ واللي كان ضد بورتو، ليفركوزن كانت عندها نسبه استحواذ ديال 65% و16 فرصه على المرمى مقابل 5 لبورتو، وفي الاخر بورتو اللي ربحت الماتش ب 3-0. وهنا الونسو جلس مع راسو وعاود التفكير من جديد. لافونتاج الاكبر اللي عند الونسو كما قلنا هو انه لعب تحت القياده ديال بزاف ديال المدربين كبار وبتفكير تكتيكي مختلف تماما، وهذا الشيء كيخلي عنده بزاف ديال لي ريفيرونس اللي يقدر يتبازا عليهم. الونسو مثلا اللي كان متاثر بالفكر ديال غوارديولا وباغي يشد الاستحواذ ويضغط على حامل الكره، قرر من وراء الخساره ديال ماتش بورتو انه في شي ماتشات ما يندافعش بزاف، يرجع اللور يخلي الكره للمنافس ويلعب هو على لي كونتراتاك. وطبعا الونسو غيفهم مزيان في هذا الشيء حيت لعب تحت قياده اعظم مدرب في لي كونتراتاك جوزي مورينيو، وهكا ليفركوزن ولات كتنوع بين اللعب المفتوح الضغط والاستحواذ على الكره والبلوك والرجوع للخلف، ولا صعيب على اي فرقه ولا اي مدرب يتنبأ بان تكتيك غيدخل به الونسو. باير ليفركوزن مع هذا التفكير الجديد ديال تشابي الونسو ولا حرفيا فريق قتال في النصف الثاني من الموسم، ودار ماتشات كبار بزاف في البوندسليغا اهمهم الفوز على بايرن ميونخ في الجوله 25، ومن وراء ما كان ليفركوزن مصنف 17 في بدايه الموسم في البوندسليغا وكان مهدد بالسقوط، سال الموسم في الرتبه السادسه اللي اهلته باش يلعب الدوري الاوروبي في الموسم اللي من وراها. اما في الدوري الاوروبي ديال نفس العام اللي طاح ليه من وراء ما جا الثالث في المجموعه ديالو في الشامبيونز ليغ، فليفركوزن كانت احد اهم المرشحين للقب حتى تلاقات مع روما في نصف النهائي ديال البطوله، وكان الاصطدام المباشر ديال التلميذ مع الاستاذ تشابي الونسو في ليفركوزن وجوزي مورينيو في روما. وفي هذه الماتشات بجوج بين الذهاب والاياب مورينيو قرر الونسو حرفيا الفن ديال الدفاع والكونتراتاك، فمن وراء ما روما قدر يخطف انتصار ب1-0 من كونتراتاك في الذهاب، مورينيو دار داكشي اللي كيعرف ليه مزيان في الاياب وهو انه يستاسيوني الطوبيس في الدفاع. تصور معايا انه في هذا الماتش ليفركوزن دار 23 محاوله على المرمى مقابل واحده فقط الروما خارج المرمى، ورغم ذلك الماتش سال ب 0-0 وتاهلت روما للنهائي ديال البطوله. وهكا سال الموسم ديال ليفركوزن محليا واوروبيا. جا الصيف اذا وبدات اهم مرحله عند تشابي الونسو، مرحله الانتقالات اللي خاصو يجيب فيها اللعابه اللي خاصينه باش ينافس كبار البوندسليغا في الموسم اللي من وراه، وفي الوقت اللي الصحف الالمانيه والعالميه كانت كامله مشغوله مع الانتقال التاريخي ديال هاري كين لبايرن ميونخ مقابل 100 مليون يورو، ليفركوزن كان خدام في صمت باش يجيب لعابه ما معروفينش كاع ولكن غيتناسبوا مع المنظومه اللي كيشوفها الونسو في الفريق. الونسو جاب 8 ديال اللعابه، اولهم السويسري غرانيت تشاكا في الوسط، اليخاندرو غريمالدو الجناح السريع في الدفاع، المهاجم النيجيري فيكتور بونيفيس اللي كان دار موسم استثنائي خدا فيها الهداف ديال الدوري الاوروبي، يوناس هوفمان من بوروسيا مونشنغلادباخ، واكبر صفقه ديالهم نايثن تيلا ب 23 مليون دولار، هادو كاملين مقابل 80 مليون يورو، وباعوا موسى ديابي لاستون فيلا ب 55 مليون يورو. ومع بدايه الموسم الجديد الونسو باير ليفركوزن ولاو الموضوع الاهم ديال الصحافه والمحللين الرياضيين في العالم كامل. فمن وراء 4 شهور من بدايه الموسم باير ليفركوزن كتصدر الدوري الالماني على بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بلا خساره في 15 ماتش، 13 انتصار و2 تعادلات فقط. الفريق كيمتلك اقوى دفاع في الدوري وثاني اقوى هجوم من وراء بايرن ميونخ، وتصدر المجموعه ديالو في الدوري الاوروبي بالعلامه الكامله، 6 ديال الانتصارات في 6 ديال الماتشات. الفريق ولا فعلا اهم موضوع ديال الحديث في الوسط الرياضي في العالم كامل، وكلشي رجع للتصريح ديال جوزي مورينيو قبل 4 سنين على تشابي الونسو بانه غيكون اعظم مدرب في المستقبل. خليونا اذا نشوفوا البقيه ديال الموسم وعاد نحكموا في نهايه الموسم واش تشابي الونسو غيقدر يكمل بهذا الريتم ويجيب لقب البوندسليغا ولا الدوري الاوروبي، ام انه غيكتفي بالاداء المشرف والكره الزوينه اللي كيقدمها مع الفريق ديالو. هذا ما كان.